واليوم حبيت أعمل كعك الشاي. مكوناته بسيطة وطريقته كتير سهلة، ما في أطيب من كعك الصبح مع كاسة شاي. خلونا نبلش. بسم الله. أول شي عندي كاسة مي دافية، رح أضيف عليها 3 معالق سكر ومعلقة خميرة. بحركن ليدوب السكر مع الخميرة وبتركن على طرف 5 دقايق لحتى أجهز الطحين. عندي 3 كاسات طحين، بضيف عليهم معلقة صغيرة محلب وشوية ملح. بحركن، بعدين بدي أضيف عليهم المواد السائلة. تفاعلت الخميرة مع السكر، هلأ بضيفها وبدي أضيف عليهم نص كاسة زيت نباتي. بحركن أول شي بالمعلقة، بعدين بعجنهم بإيدي تقريبا مدة 5 دقايق. هلأ بلشت أعجن العجينة بإيدي. بدي أحصل على عجينة ما بدها تكون طرية كتير، بهذا القوام بدها تكون. رح أغطيها بنايلون غذائي وبتركها تقريبا 30 دقيقة لترتاح. رشيت شوية طحين على الطاولة وفردتها سماكة 1 سنتي، وبدي أقطعها بهاي الطريقة. قطعت كل العجينة. هلا بدي جهز السمسم. عندي تقريبا كاسة سمسم وشوية حبة بركة، بدي أضيف عليهم معلقتين قطر مشان يلزق السمسم على الكعك. باخد القطعة اللي قطعتهم وبحطهم على السمسم بهاي الطريقة، وباخدهم على صينية الفرن مبطنة بورق زبدة. وهلا أخدتهم على الفرن محمى مسبقا على درجة حرارة 250. بحطهم على الرف الوسط والفرن شغال من فوق ومن تحت. وهي النتيجة طبعا مع كاسة شاي. الكعك الصبح كتير كتير طيب. هي النتيجة عن جد طلعت أكتر من روعة. بتمنى تجربوها، وصحتين وألف عافية على قلبي اللي بده يجربها. إذا عجبتكم الوصفة لا تنسوني من لايكاتكم وتعليقاتكم الحلوة.